السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، ومعادش عليه غير ايام قليلة. النهاردة هنعمل مع بعض المعمر الفلاحي او المدور زي ما انتوا بتسموه، بطريقة بجد تحفة ومش محتاجة الفرن فلاحي او فرن غاز. هخليكي تعمليه في فرن البوتاجاز بأقل وقت خالص، ومش هياخد منك وقت ولا مجهود. حتى عندك شواية ولا ما عندكيش هخليكي تعملي. هنا معانا صينية، الصينية دي مقاس 30. يفضل ان هي تكون ألمونيا علشان لو انت حابة القاع الارضية بتاع الصينية بتاعتك تكون متحمرة او لونها يعني محمر معاكي، مش لونها ابيض او زي الرز العادي. هنا بقى معانا معلقتين سمنة او معلقة سمنة كبيرة، هنفردهم كويس في الصينية وهتغلفي الجوانب كمان. ومعاكي كيلو رز او الرز ده ابيض عادي مغسول. معاكي كيلو وربع، المقادير ده يمشي الكيلو رز او كيلو وربع زي ما انت حابة. عليهم معلقتين سمنة ومعلقتين زيت، المقادير دي مظبوطة 100%. بصي، المعمر ده مالح، ما هوش حلو. لو حلو هقولك تعملي ايه. مش هتضيفيله الملح، وهتضيفيله معلقتين سكر وباكت فانيليا، لكن بقية المكونات زي ما هي عادي. هنا بقى حطيت مكعب سمنة بلدي، لو انت حابة ايه تخلي الطعم بتاعه يعني مدور فلاحي اصلا. هنا حطيت الملح برضو، شوفي الملح بتاع الصينية بتاعتك قد ايه. هنا انا حطيت معلقة الا ربع. هقلب بقى المكونات دي كلها كده مع بعضها، وهغلف السمنة البلدي كده بالرز. يعني ايه، حابة ان انت تسيحيها عادي، حابة ان انت تحطيها زي ما انا حطيتها كده بحرارة الغرفة برضو عادي، مفيش اي مشكلة. هنا انا بعملها بالمعلقة كده عشان تتوزع معايا برضو في الرز، ما تبقاش في جنب واحد. هنا معانا كوباية لبن رايب، مش متوفر عندك لبن رايب يبقى كوباية زبادي، اللي هي علبة زبادي عادي من اللي بتشترى، مش فارقة كبيرة ولا صغيرة. اهم حاجة ان هي هتدي طعم حلو كويس قوي للمدور او المعمر الفلاحي. ومعاكي هنا بقى ايه، رتل لبن يكون سخن علشان يبقى ليه وش زي ما انت شفت كده في اول الفيديو. والبوتاجاز بتاعك اول من المدور معاكي، اهم حاجة تغلي اللبن. حتى المية اللي هتزودي بيه العقد بتاع الرز او معيار اللبن او مية زي ما انت حابة، بس بيفضل ان هو يبقى ميكس ما بين لبن ومية. واهم حاجة ان المية برضو بتاعتك تكون سخنة او دافية. هنا هكمل بقى ايه هو كيلو لبن للكيلو رز، وبتكملي الباقي مية عادي. حابة ان انت تعملي لبن برضو مفيش اي مشكلة، بس انا بقولك دي طريقتي بعملها عليها، بعمل معتمدة على الطريقة دي على طول. وبتدخليه بقى بعد كده ايه الفرن على نار عالية من تحت ونار عالية من الشواية، بتشغلي الاتنين مع بعض. ما عندكيش هو هيحمر الوش بتاعه عادي، او بتشغلي الشواية تاخد اللون بتاعه حلو كده من فوق، وبعد كده بتشغلي من تحت. هنا بقى ايه بعد ما طلع، بس الصراحة الكاميرا يعني ظلمة الصينية دي بجد، يعني بجد هي كان في الحقيقة شكلها جميل، وهي هنا طافية الالوان مش عارفة ليه. شوفوا الارضية القاع بتاع الصينية بتاعي عنده زي الوش من فوق ومن الجنوب برضو بنفس اللون بحاجة كده بجد، ولا الطعم كان حكاية. بألف هنا وعافية يا حبايب قلبي لو جربتوه، وان شاء الله هيعجبكم ومش هتبطلوا تعملوه بالطريقة دي. ولو اول مرة تشوفيني في قناتي، انا اميرة صابر من قناتي اميرة في مطبخي. ما تنسيش بقى لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كل عشان يوصلك كل فيديو جديد.
وكومنت حلو منك كده يشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات المرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله ان شاء الله.